الموضوع بكل بساطة بيبتدي ببوست شغل زي اللي انت بتشوفه قدامك او بتشوفيه قدامك على الشاشة دلوقتي، وبينتهي ببلاوي كبيرة جدا. ربنا يستر على كل ست وكل بنت من البلاوي دي، لان الكلام ده خطير جدا لكل ست او كل بنت بتدور على شغل، خصوصا من البيت. شاب بعت لي ان اخته كانت بتدور على شغل، فلقيت البوست اللي بتشوفه قدامك على الشاشة ده اللي هو عبارة ان واحدة بتقول ان انا محتاجة بنت كمان، وركز لي في جملة كمان دي، الشغل من البيت والقبض كل 3 ايام. الشاب ده بيكمل وبيحكي ان اخته لما دخلت تستفسر من الشخصية دي عن تفاصيل الاعلان، فسألها سؤال طبيعي جدا، هي سنها كام ومن اي محافظة؟ فالبنت ردت عليه بكل بساطة وقالت له سنها، وقالت له انها من المحافظة الفلانية زي ما بتشوف قدامك على الشاشة. وبعدها سألته سؤال بديهي، هو الشغل عبارة عن ايه؟ فرد عليها وقال لها بصي، هو الشغل عبارة عن مكالمات اونلاين. قالت له مكالمات اونلاين ازاي يعني؟ وكان رده عبارة عن صدمة لبنت بتدور على رزقها بالحلال، اللي قال لها ان الشغل عبارة عن مكالمات فيديو مع واحد من عندنا من الاسماعيلية. ولما سألته طيب المكالمات دي عبارة عن ايه؟ فرد عليها وقال لها عبارة عن مكالمات هتكلمي الشخص ده فيديو كل يوم نص ساعة، والقبض هقبضهولك كل 3 ايام. فالبنت على نيتها بتسأله وبتقول له طيب المنتج ايه؟ الشغل ايه؟ فرد عليها وقال لها، او ردت عليها وقالت لها يا حبيبتي الشغل عبارة عن مكالمات فيديو نص ساعة كل يوم، واللي هو عايزه. المثير للجدل واللي يخوف انه قال لها انه معاه بنات كتيرة بالشكل ده، وممكن يكون في بنات ضعفت وراحت اشتغلت الشغلانة دي، وهقول لك مصايب الشغلانة دي ايه كمان شوية. رسالة تانية من متابعة تانية بعتت لي السكرينات اللي حضرتك بتشوفها قدامك على الشاشة، واللي الليفل فيها طلع لليفل الوحش، اللي هو عبارة عن واقع ومواقع، في خلايجة وفنادق في الموضوع يعني، والأرقام مبهرة تخض أي حد وتضعف أي حد نفسه ضعيف. ودي رسالة تالتة من متابعة تالتة عندها نفس المشكلة، واللي قالت لي جملتين والله وجعوا قلبي حرفيا. قالت أنا كل اللي كنت عايزاه شغلانة ب2000 جنيه في الشهر، على الرغم من اللي معروض 2000 جنيه في اليوم، يعني أنا ممكن أعمل أرقام مهولة في الشهر. وطلبت مني إن أنا أحذر البنات والستات اللي ممكن يضعفوا ويروحوا في السكة دي. وانا بقى دوري هقول لك كمان شوية هو ممكن لو حد وافق على الحاجات دي ايه اللي يحصل له بعد كده. نوعية اخرى من الاعلانات اللي ممكن للوهلة الاولى تصدقها انها اعلان لشغل بالفعل، الا ان في فحواها السم في العسل حرفيا. شغلانة مطلوب سكرتيرة في حضانة او في حضانة زي ما هو مكتوب، علشان لما البنت تدخل وتستفسر عن تفاصيل الشغل تلاقي الرسالة دي والرسالة دي، اللي هو معاكي 2 اوبشنز وبارقام مهوله اختاري ما بينهم. رساله سادسه من متابعه سادسه بمشكله سادسه على نفس النهج ده. الشخصيه اللي منزله الاعلان او منزل الاعلان بيقول ان الشغل 600 جنيه في النص ساعه. لما سالت الشغل عباره عن ايه، فكان الرد الرسائل اللي حضرتك بتشوفها قدامك على الشاشه، اللي مش هينفع اشرحها بقى وقف الفيديو وشوف كل رساله واقراها براحتك. ودي رساله 7 من متابعه اخرى برضو على نفس النهج بتاع الشغل اللي بيتعرض له اعلانات، وبرضو دي رساله اخرى من متابعه اخرى. بص انا عندي مئات الرسائل بالشكل ده. طيب يا عم محمود، افرض واحده ضعفت وراحت اشتغلت الشغلانه اللي معروضه دي، انت بالفعل هتعملي اول مكالمات والدنيا زي الفل وهتاخدي المبلغ المتفق عليه، ولكن الكارثة بقى والضامة الكبرى فيما بعد، انه بعد اول مرة بيتسجل لك فيديو او مكالمات او رسائل، وبناء عليه الرسائل دي تتمسك عليكي، وبعد كده يطلب منك اضعاف مضاعفة من المبلغ مقابل انه ما يشردكيش. الحلقة دي كانت مجرد حلقة توعوية عن الازمات والمصايب اللي بتحصل من الاعلانات الاونلاين والشغل الاونلاين، ولكن في حلقات اخرى هنشر التفاصيل بالاكونتات وهيتم الابلاغ في الناس ديت وهيتحاسبوا بالقانون. بقى واحدة بتدور على لقمة عيشها بالحلال وبتدور على شغل ترزق منه، ما هي كانت قادرة تطلع لايفات وكبسه، وإلا ما كانتش راحت لك وقالت لك أنا عايز أشتغل شغل أونلاين تاخد فيه 2000 جنيه في الشهر. تقوم تستغل الموضوع بالشكل ده وتستغل الحاجة وطلب الرزق بالحلال علشان تعملوا اللي انتوا بتعملوه ده. وهنا عندي نقطتين.
اولهم ان اي واحده اتعرضت لاي حاجه شبه دي ابعتي لي السكرينات، انت هتكوني في مأمن، ولكن الشخص اللي عامل كده معاكي او بيطلب منك الحاجات دي والله لن يكون في مأمن بعد اليوم. اما بقى الرساله للاشخاص اللي بينزلوا الاعلانات دي سواء رجاله او ستات وبيعملوا القصص دي كلها، قسما بايات الله ما هسيب حد فيكو الا لما اخليه ترند الترندات قدام الناس كلها علشان اصيدكم واصيد شغلكم، وهتتحاسبوا وتتحبسوا بالقانون. من هنا ورايح بقى احذروا. لو وصلت معايا للجزء ده ما تنساش تقول لي رايك في اللي اتعرض النهارده، وهل تعرضتي لموقف مشابه للكلام ده ولا لا؟ وربنا يستر على ستاتنا وبناتنا اللي طالبين الرزق بالحلال ويحفظهم ويبارك فيهم. انتوا حقيقي نوادر في زمن صعب ان احنا نلاقي فيه حد محترم. بس كده.